مرحبا بكم في قناة أوس فوت. ليفاندو فسكي: الهزيمة ضد الأرجنتين جميلة. أعرب روبرت ليفاندو فسكي مهاجم منتخب بولندا عن سعادته رغم الخسارة ضد الأرجنتين بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء بختام دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022. وقال ليفاندو فسكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة الإسبانية: لقد كانت هزيمة جميلة، كنا ندرك أننا نلعب ضد الأرجنتين وأنها مباراة صعبة، وكان علينا أن نقاتل منذ البداية وننافس لكننا خسرنا. وأضاف: هدف الأرجنتين الأول أتى بسرعة بعد استراحة بين الشوطين، ثم بدأوا اللعب بسهولة شديدة، لديهم لاعبون جيدون للغاية، وفي النهاية يمكننا أن نكون سعداء لأننا تأهلنا لدور المقبل. وتابع ليفاندو فسكي: كنت المدافع الأول اليوم، وإذا لعبت مع منتخب بولندا أعرف أنه لن يكون لدي الكثير من الفرص لتسجيل، لذلك يجب العمل كفريق. وواصل: بالنسبة للعمل في الدفاع يمثل تحديا، ونحن سعداء رغم الخسارة، لأن الأرجنتين لعبوا بشكل أفضل وهم المرشح الأول للفوز بكأس العالم. وتم ليفاندو فسكي: مواجهة فرنسا في دور ال16 تحد كبير لنا، ندرك قوى لاعبيهم، ويجب أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا، ونعلم أنهم حامل اللقب، ويجب أن نلعب بشكل أفضل من اليوم. مرحبا بكم في قناة أوس فوت.